السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى نلقاكم الفيديو في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة، وكنشكركم على التعاليق الجميلة ديالكم، وكنرحب بجميع المشتركين الجدد معايا. فيديو ديال اليوم ما غاديش نقدم فيه أكلة، غادا نعرف على واحد الأكلة فرنسية سويسرية، لي غاكليت، اللي كنا تعرفنا على اول مره كنا مشينا لشرق فرنسا حدود سويسرا، وكانوا عرضوا علينا شي ناس داروها لينا وعجبتني الفكره ديالها. وما جيت المغرب حتى شريت هاد لاباراي معايا، لاباراي غاكليت. كتكون في عده اشكال، كتكون يا اما اوفال ولا دايره ولا مستطيله، كيكون فيها عده اشكال. اللي مشترك فيها هما هاد لي غامكان، هاد المقيلات الصغار اللي انتم غتشوفوا معنا الفيديو الاش كيخدموا. وداك الجليجه الرخامه اللي للفوق هذيك كتشوي فيها شي حاجه، وفيها حتى الا بغيتي تحيدي جليجه كاينه واحد بلاصه ديال لي كريب. بالنسبه اللي بغى ينوع يدير لي كريب كتقدري تنوعي فيها اي حاجه. بالنسبه لي انا نوريكم شنو اللي وجدت فيها. انا وجدت داكشي بسيط تقريبا غير لوليداتي في الدار، ما درتهاش للضياف. هنا درت فلفلات الوان قطعتهم شرائح، شرائح طوال. يجاو على هذا الشكل. خديت البطاطا اللي غسلتها مزيان، لانني كنسلقها بالقشور ديالها، غسلت القشره ديالها مزيان ودرتها تسلق. هنا وجدت الفلافل الالوان، وجدت البطاطا مسلوقه اللي خليتها بالقشره ديالها، لا شاركوتري اللي كانت موجوده عندي، والفرomاج خاص بالغاكليت راه كيتباع في المحلات التجاريه، فرomاج دو غاكليت، وسلطه خس، طوماط، بروشات ديال الدجاج ولا ديال لا داند، سوسيس، الكفته. المهم كتنوعي باش اللي بغى شي حاجه يهزها. كاين بزاف الاشكال. المهم هذا غير شكل، غير الشكل اللي درتو وجدت لوليداتي وبغيت نتقاسمو معاكم. هي الجميل فيها هو انها كتحط في لاطابل، كتحط في لاطابل وسط لاطابل، وكيطيب. كتجيبي البروشيت ولا السوسيس ولا الكفته، كيطيب قدام الناس، وكيبقى كل واحد كيسربي راسو. ياكل في نفس الوقت شهيه ولذيذه. كلشي كيبغيها، ما كاينش اللي ما كيبغيش اللحم. كيطيبوا حداه. تقدروا تنوعي، الواحد ياخذ اللي بغى، اللي بغى الدجاج، اللي بغى البروشيت، اللي بغى الكفته، اللي بغى السوسيس. كتكون خضار، سلطات. هي فكره رائعه العراضات ديال الناس. وصافي كتبقى كتحطي هاد لاباغي غاكلات وسط لاطابل. كيبقاو دوك الحيمات يطيبوا. الخضره كتنوعي الخضره اللي تقدري ديري، تزيدي كاع الخضره، ديري خضره، ديري لوبيا، لوبيا تكون ديجا مسلوقه، تصوطيها هنايا. كل واحد كيهز داكشي اللي بغا وكيديرو كيطيب. كل واحد كياخذ داكشي اللي بغا. هاد لي غامكان كنديرو فيهم دوك القطع ديال الفرماج. كل واحد كياخذ القطعه ديال الفرماج ولا جوج قطع، كيديروهم يذوبوا على ما طيب لينا اللحم والخضره. صافي كل واحد كيسر براسو، كل واحد
كياخد الفرomage اللي باغي الفرomage اللي ما باغيش ياخد الفرomage يديرو كيدوب. فكره رائعه، زعما كيحماقوا عليها الدراري الصغار، كلشي كيحماق عليها. كتجي داك الفرomage ديال الغاكليت كيجي واحد المذاق رائع. وصافي هكا الشكل كيكون ديال الحطه ديال لاباغي غاكليت. كتحطي في الجناب الفرomage اللي بغى يزيد الفرomage، بطاطا، كل واحد كينقي البطاطا بوحدو كيحط في لو بلا ديالو، سلطه اللي بغى سلطه، وكيبقى كل واحد كيدير يطيب داكشي اللي بغى، وكيبقى يسربي راسو يحط في البلا ديالو وياكل، يزيد عليها الفرomage. سمحوا لي الناس اللي شهيتهم، انا كان المقصود هو الفكره ديال لي غاكليت، لان بزاف الناس اللي ما عارفينش هاد الاكله ديال لي غاكليت. فقلت علاش لا نوري الناس كيفاش كتكون. فاول الفرomage كيدوب، بالنسبه للطريقه ديالها كيفاش كتسكال، تحطي داكشي اللي بغيتي، السوسيس ولا الكفته ولا البطاطا، وكتدخلي فوق منهم الفرomage. لا بغيتي تمعسي البطاطا هي الاولى وعاد تخوي الفرomage باش تسهلي. كل واحد كيزيد الفرomage على حساب داكشي اللي بغا، اللي كيبغي الفرomage بزاف. وفي حقيقه الفرomage ما كتشبعيش منه، كيجي لذيذ مع البطاطا ومع السوسيس. وصافي هكا كنخوي الفرماج فوق من البطاطا ومن السوسيس. وسمحوا لي الناس اللي شهيتهم. كنتمنى تعجبكم الفكره. انا بالنسبه لي حتى الناس اللي ما عندهمش لاباري دو راكليت كيقدروا يديروا غير شي بلا اللي كيدخل الفرن، وكيديروا فيه السوسيس ولا الكفته ولا داكشي اللي بغاو، ولا وكيديروا البطاطا الفوق، ويديروا عليها داك الفرomage ويدخلوها للفرن، حتى هي كتجي نفس المذاق. وهكذا كيكون انتهى الفيديو ديالنا. كنتمنى يعجبكم الفيديو، تكونوا استفدتوا معايا، ونكون عطيتكم فكره جديده. وكنخليكم نتلاقى معكم فيديو اخر بحول الله، والى اللقاء.